ودلوقتي هنلعب الشكل رقم 3 وهي تمرينة عريس الجنة. دي معلومة كده بفلوس. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد. النهارده جاي لكم بتمرينة ابر. بقالي كتير قوي غايب على الفيديوهات الطويلة، مثلا قرابة 3 شهور، بس معلش كنت بطور من افكار المحتوى شوية. الحمد لله وصلنا 50,000 فشكرا، وان شاء الله الفيديوهات الجاية تعجبكم والتمرين النهارده تعجبكم. هنلعب النهارده تمرينة ابر، والتمرينه الجايه اللي هي بارت 2 هتبقى تمرينه لور. فاستنى الفيديو ده وكمل الفيديو ده لحد الاخر عشان هقول لك في الاخر نصيحه مهمه جدا. بس الاول اتاكد انك عامل لايك للفيديو ده ومشترك في القناه، ويلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا زي ما احنا عارفين بنسخن الاول عشان ما نتصابش، فهنبدا نعمل دايناميك ستريتش. فيلا بينا نبدا. وبكده يبقى احنا جاهزين ان احنا نبدا تمرين. اول تمرين هنلعب شيست عالي هنا بالدمبل، فيلا بينا. وده معانا اول شكل. هنلعب كل شكل 3 مجاميع، المجموعه من 8 ل 12 عد زي ما احنا متعودين، وشويه كده وهشرح لكم ايه الفرق بين 8 ل 12، ايه حوار العداد ده اصلا، بس بعد ما نبدا. انا اللي متحكم في الوزن، كده كده هو بينزل لوحده، جاذبيه بتشده فانت تتحكم فيه. والشكل ده هنلعبه زي ما قلت لكم، مش لازم اصور كل العدات، طالما انتوا عارفين احنا هنعمل ايه فخلاص. ويلا بينا دلوقتي. هنخش على الشكل رقم 2 وهو هنلعب سحب عالي واسع هناك، فيلا بينا. وده معانا الشكل رقم 2 هنلعب بالاداء ده، وانا نازل بسحب براحتي، وهو راجع كده كده الجهاز بيسحب نفسه كده، فانت تتحكم فيه وبراحتك عشان تهتم بالعده السلبيه عشان تزود الحمل على العضله، فهتلعب بالاداء ده. وده معانا كان الشكل رقم 2. دلوقتي هنخش الشكل رقم 3 وهنلعب على التي بار، فيلا بينا. ودلوقتي هنلعب الشكل رقم 3 وهي تمرينة عريس الجنة. ليه قلنا بقى دي تمرينة التي بار عريس الجنة؟ لأن في شباب بتطلع على الطريق بتسابق بسرعة جنونية، بيبقوا حرفيا بيقولوا عليها ممسطرين على المكنة زي ما أنا كنت هلعب دلوقتي بالظبط. فأنا عايز أقول حاجة بسيطة قوي بخصوص الموضوع ده. لو سألت واحد من دول هيقول لك بسابق وبكسب. أفترض معاك لمدة دقيقة إن أنت بتكسب، لو أنت حرفيا وقعت فأنت مش هتنفع نفسك تاني، لو أنت مت فأنت هتكون ارتحت، ولو عشت فليه تعيش بعاها طول عمرك؟ ولو أنت مش فارق معاك نفسك فحط في الاعتبار أهلك، لأن أنت مهما كنت فاسد وحرفيا مالكش لازمه فهم اكيد هيتعبوا وهيفرق معاهم عدم وجودك. فبلاش تعمل كده. قلت لك افرض معايا لمده دقيقه ان انت بتكسب، لان انت بتراهن والرهان حرام، والحرام عمره ما كان مكسب. فبلاش تعمل كده. ولو انت جواك طاقه زياده مش عارف تستغلها في ايه، حاول تستغلها في حاجه صح. اشتغل، اتمرن، اعمل اي حاجه غير انك تعمل كده، لان انت ربنا ميزك بالعقل. فكنت عايز اتكلم في الموضوع ده، ودي نصيحه من اخ لاخوه، فبلاش تعمل كده. ويلا بينا نكمل تمرين. دلوقتي هنخش الشكل رقم 4 وهنلعب رفرفه جانبي على الكيبل بالاداء ده، وهنهتم بالعده السلبيه. كده كده كتف الامامي شغال معانا في الشيست، وكتف الخلفي شغال معانا في الظهر، فالكتف الجانبي هو اللي مهدور حقه، فهنديله التمرينه دي. عايزك في موضوع العده السلبيه ده تكون بارد، يعني تنزل براحتك، تكون بارد حرفيا، ما تبقاش سريع. كده كده الناس في موضوع العده السلبيه ده مش مدين لها اي اهميه. يعني مثلا لو بتلعب هامر كده، فلو سبت الدمبل هيقع، فالجاذبيه كده كده بتشده فانت تتحكم فيه. مثلا هنا انا بلعب اهو الجهاز بيتسحب منك كده كده،
فانت تتحكم فيه. فلما تتحكم فيه فهتهتم بالعده السلبيه، ولما تهتم بالعده السلبيه فانت كده هتزود الحمل للعضله، فانت كده هتتطور اكتر واسرع. دي معلومه كده بفلوس. ودلوقتي هنخش معانا الشكل رقم 4، وهو كده ناقص لنا هنخش تمرينة تراي اوفر هيد. وده الشكل اللي هنلعبه للتراي. هنلعب بالاداء ده، هنلعب تراي اوفر هيد. كوعك كده مفتوح غلط، هتضم كوعك وتنزل براحتك. وده الشكل اللي هنلعبه للتراي. ودلوقتي هنلعب شكل للباي. ودلوقتي معانا الشكل الاخير وهو للبايسبس. نلعب بالاداء ده، ما تتمرجحش، العب بوزن مناسب تقدر تجيب بيه من 8 ل 12 عده، وتحكم في الوزن وهو نازل. وكده يبقى خلصنا كل الاشكال. دلوقتي هقول لكم ايه الفرق بين، عمرك سالت نفسك اصلا ليه بنلعب من 8 ل 12 عده؟ فدلوقتي هشرح لك حوار العداد ده، لان كنت قايل لك في اول فيديو اللي انا هقول لك الفرق بينهم. حوار العداد ده على حسب هدفك من التمرين. لو انت هدفك حجم عضلي، اللي هو هدف كل اللي بينزلوا جيم اصلا، مش عايز اقول لك مثلا 95% منهم بتلعب من 8 ل 12 عده. لو انت هدفك قوة تحمل بتلعب 15 عدة أو أكتر. لو أنت هدفك القوة بتلعب من عدة ل3 عدات بوزن عالي جدا. فهو ده الفرق ما بينهم. يعني لو كنت سألت نفسك قبل كده فكويس. ولو عايز تشترك معايا أونلاين ابعت لي واتساب على الرقم اللي هيظهر على الشاشة دول. هعمل لك نظام غذائي مخصص ليك، نظام تدريب مخصص ليك، ونظام مكملات طبعا. وان شاء الله هيكون ليك جوائز على حسب تطورك انت، لان انا مش بقارن حد بحد. فمستني ايه؟ فابعت لي دلوقتي اونلاين كوتشنج على الرقم اللي قدامك على الشاشه عشان تلحق تعمل فورمه الصيف وتغير من حياتك للاحسن. ودي كانت تمرينه النهارده. لو الفيديو ده عجبك متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. وكده كده تستنى تمرينه اللور عشان التمرينه دي هتعجبك قوي، وان شاء الله هقول لك فيها معلومات كتير. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.